أخيرا عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قائمة المنتخب مرة أخرى بعد غياب دام طويلا، حيث لم يشارك ميسي مع بلاده منذ نهائيات كأس العالم في روسيا. وتواجد ليو في قائمة منتخب التانغو للمباراتين الوديتين المقبلتين أمام كل من فنزويلا والمغرب خلال الشهر الجاري، في إطار استعدادات المنتخب الأرجنتيني لكوبا أمريكا الصيف المقبل بالبرازيل. وشهدت القائمة غياب الثنائي ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان وغونزالو هيغوين المعار من يوفنتوس إلى تشيلسي الإنجليزي. أكدت عديد التقارير الإعلامية الإسبانية على أن ريال مدريد استطاع بالفعل إقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالعودة من جديد لقيادة الفريق الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة النادي في إحداث ثورة حقيقية في الصيف. حيث أكد الإعلامي الموثوق خوسي سانشيز عبر البرنامج الإسباني خوغونيس بأن مدير العلاقات المؤسساتية في ريال مدريد إيميليو بوتراكوينو استطاع إقناع المدرب زيدان بالعودة لتولي تدريب الفريق الفترة المقبلة. حيث أكد الإعلامي الموثوق خوسي سانشيز عبر البرنامج الإسباني خوغونيس بأن مدير العلاقات المؤسساتية في ريال مدريد إيميليو بوتراغوينو استطاع إقناع المدرب زيدان بالعودة لتولي تدريب الفريق الفترة القادمة. وأشار خوغونيس في حديثه على أن بوتراغوينو استلم شخصيا مهمة إقناع زيدان بالعودة إلى الريال ونجح في ذلك، في حين أن المدرب زين الدين زيدان سيوافق على العودة للنادي بشرط واحد، وهو قيادة ثورة حقيقية في غرف ملابس الفريق. وتولى المدرب زين الدين زيدان مهمة تدريب ريال مدريد في يناير 2016 خلفا للمدرب المقال رافا بينيتيز، وحصد مع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا 3 مرات، السوبر الأوروبي مرتين، مونديال الأندية مرتين، الدوري الإسباني، السوبر الإسباني